ابتهال لكن بقرار رئاسي. من أجمل وأشهر الابتهالات الدينية اللي بنستمتع بيها في أي وقت وخصوصا في شهر رمضان هو الابتهال الرائع للشيخ النقشبندي اللي بيقول: ورغم مرور أكتر من 40 سنة عليه إلا أنه أصبح من معالم رمضان. والابتهال ده له قصة من أجمل القصص وأغربها هنحكيها النهاردة في حكاية رمضانية. الحكاية بدأت من عند الرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس السادات كان معجب جدا بصوت الشيخ النقشبندي. والشيخ النقشبندي كلنا عارفين انه واحد من اهم واشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي. المهم نرجع لحكايتنا. كان السادات بيحتفل بخطوبة بنته، وكان من ضمن الموجودين الشيخ النقشبندي، وشاءت الصدفة ان يكون موجود في نفس الاحتفال ده الملحن الكبير بليغ حمدي. ومن هنا تبدأ أغرب قصة خلت عندنا ابتهال بالجمال ده. في الحفلة السادات طلب غريب جدا خلى كل الحاضرين يسكتوا من غرابته لما قال: أنا نفسي أشوف النقشبندي وبليغ حمدي في عمل مشترك. الشيخ النقشبندي أول ما سمع الجملة دي اتخض جدا وتوتر وقال بغضب وحس: إزاي يا ريس؟ ده بيلحن لأم كلثوم وعبد الحليم ووردة وبيعمل ألحان راقصة، ده أتعاون معاه إزاي؟ الناس هتقول عليا إن النقشبندي على آخر الزمن بيغني لبليغ حمدي. لكن بليغ حمدي المعروف بذكائه الشديد وحبه للمغامرة وتقديم كل شيء جديد حضرت على طول فكرة في دماغه وهداه وقال له: أنا هلحلك مجموعة ابتهالات، إن عجبوك غنيهم، ما حبتهمش فخلاص انسى الموضوع خالص وكأنه ما حصلش. في نفس اليوم اتصل بليغ حمدي بالشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وطلب منه كتابة مجموعة من الابتهالات للشيخ النقشبندي في أقرب وقت. كان خايف النقشبندي طبعا يغير رأيه. الابتهالات خلصت وخدها بليغ حمدي وراح يسمعها للنقشبندي اللي أول ما سمعهم انبهر بيهم وقرر تسجيلهم في نفس اليوم، ونزل ابتهال مولاي وكسر الدنيا. إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إياك يا سندي. واللي أول ما تسمعه تحس إنه مش بس ابتهال لكنه حالة روحانية خالصة، وأصبح من العلامات الفارقة في حياة النقشبندي وكمان نقطة تحول في تاريخ الإنشاد الديني كله. وهو أول ابتهال يتم تلحينه بالطريقة الموسيقية المبدعة دي. ويفضل صوت الشيخ سيد النقشبندي عايش في قلوبنا، لأن مولاي ما كانش مجرد ابتهال، ده كان لقاء بين الأرض والسماء. استنوني في حكاية رمضانية جديدة.